بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ درسنا بعنوان ترجمة الأفلام والفيديوهات بنفسك. الموضوع سهل جدا إن شاء الله يكون سهل عليكم وتفهموا بأبسط صورة. أول فقرة نروح المكان الفيديو مثل هذا الفيلم القصير، نقوم بإنشاء ورقة عمل اللي هي ملف تكست. نذهب إلى نيو، نختار تكست دوكيومنت. بعد الاختيار نفتح هذا التكست. شو نسوي؟ الحالة الأولى نعطي الرقم للترجمة الأولى ومن ثم الوقت. شوفوا هذه مثل هذه الحالة، نعطي رقم 1 ثم الوقت بالدقائق، من ثم بالساعات، من ثم بالدقائق، من ثم بالثواني، من ثم أجزاء من الثانية. نعطي فراغ، بعد الفراغ شارحتين، سهم، فراغ. هذا الوقت الأول هو بداية عرض الترجمة، والوقت الثاني هو نهاية عرض الترجمة. إذن نعيده. أولا رقم الترجمة 1، الترجمة الثانية، الترجمة الثالثة، الترجمة الرابعة، هيك تتوزع. من ثم بداية هذه الترجمة من أي وقت، ساعة، دقيقة، ثانية، أجزاء من الثانية، شارحتين وسهم، من ثم نهايته. نكتب الترجمة اللي احنا نريدها. الحالة الثانية نفس الشي، رقم 2 نكتب الوقت الأول ونكتب الوقت الثاني ونعطي الترجمة اللي نريدها، نترك فراغ، هنا هم فراغ. نفس الكيفية الحالة. الترجمة الثالثة الوقت الأول، الوقت الثاني، الترجمة اللي نريدها. نفس الحالة 4 و5 وهكذا نستمر إلى أن ينتهي الوقت مالتنا، من خلال نفتح الفيلم ونترجمه بنفس الورقة مالتنا مالت التكست. ورا ما نكمل هذه نغلقها، نعطيها سيف من فايل، ثم سيف أو كاترال واس، نغلقها. من بعد الإغلاق نقوم بتغيير بعرض صيغة الملف. شلون؟ organize folder and open view. نجي لهذا الاختيار، هو عليه صح إذا يمكن تلغيه على مود يعرض لنا نوع الملف، تعطي ابلاي اوكي. من ثم راح يعرض لك نوع الملف تكست. نجي للملف شو نسوي؟ نغيره. شلون نغيره؟ بعد ما ننتهي من صيغة الملف اللي احنا سويناه مالت الفيلم، نجي عليه. شلون تغير الاسم؟ rename. بس هالمرة ما راح نغير الاسم هذا، نغير هذا تكست. شو نسوي؟ SRT SRT. من ثم شو نسوي؟ راح يقول لنا تريد تغيره، اوكي موافقين. ونعيد تسمية التكست اللي احنا سويناه الى نفس عنوان الفيلم. نجي على عنوان مالت الفيلم، نعطي كوبي كاترال سي، الملف مالتنا نغيره الى نفس العنوان. بعد ما غيرنا نعطي سيف، نحفظ. نجي على الفيلم نفتحه بكل بساطة، راح تبدي الترجمة مالتنا تطلع هنا على الكيفية. بدأ القصة وتستمر إلى النهاية. شيء تكتبه. كيف ستجري الأمور لا أدري. هذا وقع المسكين، قام تحطم ظهري ولا أدري ما أفعل. هذا شلون أنت تقيسه؟ أنت تقيس الزمن، تباوع على الفيديو الوقت مالته 23 ثانية نهاية، وراح للحديد تفتحها. شوف الحل الوحيد هو أن أقوم ببعض التواني. 26 إلى 37. نجينا شو نسوي؟ 26 هذا إلى 38 العرض مالت الترجمة. من تفتحها تشوفه 38 انشالت. شفتوا؟ هذا المقطع من الترجمة انشال بعد نهاية الوقت، بسيط كلش. الترجمة الخامسة، شوف الوقت 32، بدأ ب 32 وحينتهي 34. نغلق هذا. على هاي الكيفية نترجم الأفلام. إن شاء الله الدرس الجاي راح أعلمكم شلون تدمجون هذا التكست بالفيلم.
وبكل بساطة، وبرنامج بسيط جدا. شكرا جزيلا للمتابعة.